بكوني مفتش في وزارة الآثار ومسؤول الوعي الأثري في أحد المعابد الأثرية المهمة في مصر هو معبد إيزيس، فكان واجبي إن أنا أعلم الطلاب دروس اللغة المصرية القديمة. ومن هذا المنطلق قررت إن أنا أعمل مجموعة من الدورات لتعليم الأطفال وتعليم النشء وتعليم الكبار. لقيت ان الاطفال بداوا يرسموا معايا الحروف الخاصه باللغه المصريه القديمه والخط الهيروغليفي تحديدا. انا بطمح ان اللغه المصريه القديمه تتعلم في المدارس وتكون ماده رئيسيه تبدا من المرحله الابتدائيه وحتى المرحله الجامعيه. اللغه المصريه القديمه اشتملت على ملايين البرديات والنصوص اللي عرفتنا حضارتنا. ان اغلب الدول اللي في العالم لها طبعا اقسام لدراسه علم المصريات، لكن في مصر يعني انا اتمنى ان الموضوع يكون ازيد من كده شويه واهتمام اكتر من الدوله.